بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوانا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كلنا سمعنا التعليق يعني الغير موفق لناصر ماهر ان في الاهلي نجوم لكن الزمالك اساطير. فطلع الغندور بيثير الجدل وبيرد على منتقدي ناس ناصر ماهر في الزمالك. طبعا انا حابب يعني اجيب لكم تعليق خالد الغندور، لكن في الاخر عايزين نرد على خالد الغندور وبشره بشرة سارة جدا. طيب نشوف خالد الغندور قال ايه ونرجع بقى نرد على خالد الغندور. علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق على انتقال ناصر ماهر لاعب نادي فيوتشر السابق إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. وكتب الغندور في تعليقه: في ناس مستغربة من اللي قاله ناصر ماهر بعد انتقاله للزمالك وبتهاجمه، ومش مستغربة من اللي قاله إمام عاشور بعد انتقاله للأهلي، رغم إن ماضي ده وده في الكلام قبل الانتقال واضح للجميع. في النهاية الكورة احتراف وسيبكم من العواطف. انا مع خالد غندور ان احنا نسيبنا من العواطف، لكن انا حابب ابشرك يا كابتن خالد واقول لك وافكر كل اللي يسمع الفيديو ده ان ناصر ماهر هيفشل فشل ذريع مع الزمالك. ليه هيفشل فشل ذريع؟ لان ناصر ماهر لم يتحلى او لن يعني ما عندوش تحلي ابدا بالذكاء. الذكاء ان انت كنت موجود في النادي الاهلي ومحبوب من جمهور النادي الاهلي، ومفيش حد في جمهور النادي الاهلي كان بيكره ناصر ماهر، بل بالعكس جمهور نادي الاهلي شايف او شاف ان ناصر ماهر، في كتير من جمهور النادي الاهلي شايف ان ناصر ماهر انظلم في النادي الاهلي وما خدش فرصة يعني كبيرة في النادي الاهلي. وحتى الناس لما انتقل للزمالك او في انتقاله للزمالك جمهور الاهلي لم يزعل من ناصر ماهر، محدش هاجم ناصر ماهر، الا ان ناصر ماهر طلع حب يعني عرف مفتاح دخوله الزمالك ان هو يمسك الطبلة والطار ويبدأ يطبل: الزمالك ابويا زملكاوي وعيلتي زملكاوية والحكاية والرواية، والنادي الاهلي فيه نجوم لكن الزمالك ده اساطير. ودخل على اللعب على مشاعر الجماهير. يعني كان يقدر ناصر ماهر ان هو يحتفظ باحترام جمهور النادي الاهلي ويكسب حب جمهور الزمالك، لكنه يعني حابب يكسب حب واحترام وود جمهور الزمالك واغضب جمهور النادي الاهلي. بس انت يا عم ماهر، ناصر ماهر، ما انتش عارف حاجة مهمة جدا: اللي يزعل جمهور النادي الاهلي نهايته بتكون سريعة جدا جدا جدا. فحابب ابشرك يا كابتن ناصر وحابب ابشر كابتن خالد غندور ان ناصر ماهر هيفشل فشل ذريع لانه لم ولن يتحلى بالذكاء. شكرا كابتن خالد، شكرا كابتن ناصر ماهر. وطبعا زي ما كابتن خالد بيقول سيبكم من العواطف، هنسيبنا من العواطف ونتفرج على الزمالك ونتفرج على ناصر ماهر في الايام اللي جايه. ومباراة الكاس قريبة في السعودية يوم 8 ان شاء الله. نتقابل يا كابتن خالد.